أول حاجة تلفت نظرك ستايل الأغنية الغريب في مصر. جانا بتهمس مش بتغني. جانا عمرو دياب فجأة بقت الترند وكمان وجه الأكبر شركة مياه غازية في العالم. الكل انصدم لما شاف الإعلان اللي نزل من ساعات بس. هل لو شلنا اسم جانا دياب من الإعلان كان هينجح؟ أول حاجة تلفت نظرك ستايل الأغنية الغريب في مصر. جانا بتغني بهدوء قوي كأنها بتهمس. ده ستايل موجود في أوروبا اسمه أفروبيت، وجانا استخدمته بذكاء عشان تداري مساحات صوتها المحدودة اللي أكيد مش بقوة صوت أبوها الهضبة. وجود أسماء زي عمرو مصطفى، تامر حسين، عادل حقي في عمل واحد، ده فنياً معناه أقصى درجات التأمين. دول الحرس القديم للهضبة. الأغنية شيك جدا وتوزيع عادل حقي طالع بمستوى عالمي. اللي لحن الكلام ده هو عمرو مصطفى، ملك الألحان القوية، بس المرة دي عمل لحن هادي ومستقر جدا عشان ما يتعبش صوت جنى ولا يظهر إن مساحتها محدودة. ودي قمة الذكاء من ملحن خبير عارف هو بيتعامل مع مين. والكلمات اللي كتبها تامر حسين كانت وظيفية، يعني كلمات بتخدم الإعلان مش بتعيش كأغنية مستقلة، وده اللي بنسميه سطحية فنية مقصودة. الغريب بقى إن المخرج بريطاني والإعلان متصور بكادرات أوروبية بحتة ما فيهاش أي ريحة للشارع المصري، وده خلى جنى تبان كأنها نجمة أجنبية بتعمل إعلان في مصر مش بنت بلدنا، وده بيعمل حجز بينها وبين الجمهور البسيط. جنى ظهرت بإطلالة بسيطة بعيدة عن التكلف، وده اللي خلى الناس تنقسم لفريق شايفها موهوبة وفريق شايف إن اسم والدها هو المحرك الأساسي. عمرو دياب نشر الإعلان وقال فخور بيكي، لأنه شايف مشروع عالمي مش مجرد مطربة مصرية. وجنى فعلا بتحضر جمهورها في بريطانيا قبل مصر. تفتكروا جنى هتقدر توصل للناس البسيطة زي ما عمل أبوها طول 40 سنة؟